في رواية لما هدأت العيون وجنها الليل. وفي بعض الروايات قالوا خرجت بعد أن صلت صلاة الغروب. وبعضهم يقول خرجت عصر يوم عاشوراء بعدما ذبح الإمام الحسين سلام الله عليه. يقول وصلت لأبو علي لقيت يلوج يعالج نفسه الشريفة. اسمع قالت يوج عنك يوج عنك كدر الحوافر يوج عنك خويا عنك عنك شسوي وشيل السحق عنك يا ابن امي يا ابن امي والخيل جنين يطلبن اويل عليك ابا عبد الله والله والخيل جنين يطلبن ياك يروحن يردن يسحقن يا اي والله هذا الشمر. فدوى اريد صوتك اريد اسمع ان على الحسين مع زينب. يا اي والله هذا الشمر ما راح يقولون زينب السالف مع الإمام عليه السلام. هنالك استأذنت الرباب سلام الله تعالى عليها. قالت الزينب يا أم عون إذني لي أكلم أبا عبد الله. اسمع بالله كلام الرباب مع الحسين. يقول أذنت لها قالت أنا مع عبد الله قلبي بحسرته ذاع بدت ونات من انقطع والله عاشرتك سنين وعشت وياك وغير الطيبة بد ما شفت منك والله عيالك ودعت صغار وكبايار وجيت ويا النساء لما جنك تقل لو كتن المستحر تقعد وياك وودعك مو مثل ما ود عنك يا بردت اسمعها ردت اسمعها كلمة الله وياك الله وياك والله بعبد الله احل فنك وسلمك. يقول النساء كظن الرباب قيل لها كفى لقد تقطعت القلوب. ايش قالت هنا؟ قالت حكمنا ودعنا يا زينب لا تلوم إن ما خلى حيل وروح بيا وداع الحسين والله بس حسرته ظلت بقلبه وتهمل العين. الله يا ذاك الوداع ما حضرته زينب كل الحراير حضرته وداع ابو اليمه وانا كتن المستحى وما حضرت يم والله نتوادع انا وياه ونتبارى الذمه كل ظنة سالم يرد حسين لينا وكنت انتظر بالخيمة ولينا بويا حتى لو داعي يصير ما بيني وبين والله ظلت عيون على الدرب تترجم القاه
لما مشوا بالراس روحي راحت وياه. هنا بهاللحظات كان زينب رأت امرأة. من هذه المرأة؟ أليس أنها أمها فاطمة سلام الله تعالى عليها؟ الأبيات تقدر تسمعها يولا. يقول ادنت زينب إلى أمها قالت يا يما يا يما يا يما شفت الشمر والراس بيد. والله شفت الشمر والراس بيده يقطر تراه دم وريده. ايوا امامه وحسينا يما يا يما يا يما يا يما يا يما. والله شفت الشمر والراس بيده يقطر تراه دم وريده. صاحب صوت ظليت وحيد. والله أخيك ذاك عفت على الصعيد ذبحته ولا يما عضيد. يلا وين وياه وين. اي والله ذبحته ولا يما يا عضيد. تقلها يما عسى عين العمى يما ولا تهبته. يا يما منين ما جي سلجمته. فخي يما ولا عرفته مخضب يا يما وما عرفت. عظم الله لنا ولكم الآجر وتقبل الله أعمالنا.